بسم الله الرحمن الرحيم. جورج كلوني وامل كلوني وكل عيلة كلوني. واضح ان هم بيعملوا حاجة معينة. بس الاول اقول لحضرتك يعني هقول لحضرتك عن موضوع معين. تقدر تفهم منه ايه الحكاية. انا فاكر زمان من حوالي 20 سنة انا كنت بتابع على طول السي ان ان اول ما طلعت وكده وكنت بتابعها. كنت بره اتفرج على السي ان ان زمان قوي. لقيتهم بيتكلموا عن موضوع القنبله النوويه الباكستانيه. طبعا عرفت ان ده واضح ان الكلام يعني السي اي اي والموساد وكده هم اللي عاملين البرنامج دوت. لان طبعا كل الاعلام الامريكي والسينما الامريكيه لها علاقه وطيده بالسي اي اي بالمخابرات، ده شيء معروف يعني. توظيفهم في المخابرات زي ما كانت مصر، زي ما كانت المخابرات المصريه بتوظف الفنانين وحتى الان يعني. موضوع السامسونج وعرفنا يسرا بيجي لها النص مكتوب وجميل يعني. دي حاجه كل اجهزه المخابرات بتوظف الممثلين والبتاع يعني، لان ليهم تاثير على الراي العام وبالتالي بيستخدموهم. والواد شريف الصيرافي قال لك ايوه انا المخابرات بتقول لي اطلع قول كذا وقول كذا. هو يعني اظن ده كان مش هيكذب يعني في الحكايه دي، هو طلع قال كده. فبقلب كده لقيت برنامج بيتكلموا عن القنبله النوويه الاسلاميه في باكستان. ماشي، قعدت اتفرج وبتاع كده. بعدين فوجئت بحاجه غريبه قوي. عمر الشريف عمر الشريف عمر الشريف بتاع فوزيه، عمر الشريف طالع يتكلم يقول انا بحذر من الخطر القنبله النوويه الباكستانيه، لانها هتبقى قنبله نوويه اسلاميه والمتطرفين الاسلاميين هيسيطروا على هذه القنبله ومش عارف ايه. عمر الشريف طلع كده، انت في ايه ده؟ ايه ده؟ فهمت بقى ان هو موظف يقول الكلمتين دول بفلوس، او هو يعني لازم يبقى يتعاون مع المخابرات السي اي اي في امريكا، لانه يعني كان مقيم في امريكا في الوقت ده. فلازم يعني بيجي له سكريبت كده، اطلع قول الكلمتين دول لازم. فطلع يقول حاجه هو خارج عن نطاق تفكيره خالص، وما اظنش هو يعرف حتى باكستان دي فين، وايه علاقه ان القنبله النوويه الباكستانيه هتبقى مع المتطرفين وهتبقى مش عارف. دي لقطه واحده. طب لقطه اتنين، جورج كلوني اللي احنا هنتكلم عنه ده ممثل طبعا امريكي معروف. لما كانت قبل انفصال جنوب السودان كانت في حمله عالميه جباره على السودان، عايزين يفصلوا جنوب السودان عن السودان. مين كان متزعم الحمله دي في امريكا؟ جورج كلوني. طب انت جورج كلوني ممثل تافه، انت ايش عرف السودان دي فين اصلا؟ وكانوا على طول السي ان ان تجيبوا والسودان وبيعملوا ومش عارف ايه، والسودانيين بيقتلوهم وبيعملوهم. الله، ايه ده؟ يعني انت سايب كل قضايا العالم انت يعني. طبعا واضح ان دي الاجهزه بتوظف الممثلين. خلاص اتفقنا دلوقتي على ان جورج كلوني ده كل الممثلين متعاونين مع اجهزه المخابرات. ف طبعا جورج كلوني طلع في برنامج كده وبتاع، وبعدين مش عارف بيتكلم عن مراته، حاجات ممثله جايباه بتتكلم معاه عن علاقته بمراته امل كلوني ومش امل كلوني وبحبها وبتاع. فايه مره بتصل بيها تقول له انا مش فاضيه، انا بكتب الدستور المصري مع الاخوان المسلمين. طبعا ده شيء لا يعقل. وواضح ان ده احنا في اطار التوظيف المخابراتي، لان في حمله ضد الاخوان وضد المسلمين عموما في امريكا، وضد الاخوان المسلمين وتشويه الاخوان المسلمين في امريكا. فواضح ان هم قالوا لجورج كلوني عايزينك تقول الجمله دي عشان عارفين ان هي هتوصل عندنا في الاعلام المعادي للاخوان، وهتبقى ماده. كل بقى الجماعه اللي هم اللي انتوا عارفينهم يعني العلمانيين والبتاع اللي هم وعبيد البياده وكل الناس اللي هم الناس الزباله دي، هيطلعوا يستخدموا هذا الكلام ويقول لك الاخوان. امل كلوني كانت مجتمع مع الاخوان المسلمين عشان تكتب الدستور المصري. اولا الدستور اللي بيتكلموا عليه ده اتكتب كلمه كلمه على التلفزيون، نقل حي مباشر. انا كنت بتابع الجلسات، ده كان في قناه مخصصه في التلفزيون، قناه النيل مباشر، كان بتنقل الجلسات من اول ما بتبدا لحد ما تنتهي، وبتقول وبتنقل كل حاجه قالوها اعضاء اللجنه المنتخبه في كل مادة وفي كل كلمة وفي كل حرف.
واللجنه دي كان فيها نصها علمانيين وشيوعيين وناصريين ومسيحيين وعسكريين. اللي هو المهدي اللي هو شاهين ده اللي هو رئيس القضاء العسكري كان عضو في اللجنه ومعاه ناس عسكريين معاه. طب فين بقى امل كلوني دي؟ ما شفناهاش يعني. امل كلوني دي طب فين في امل كلوني؟ بتتعاون مع مين امل كلوني؟ او بتتكلم مع مين؟ وبتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ايه؟ فالكلام ده يعني انا اعتقادي ان هو 99% من الاكاذيب اللي هم طلع المخابرات قالت له انت في سياق كلامك حط الجمله دي. دي هتفيدنا في حربنا ضد الاخوان. المخابرات الامريكيه السياسيه طبعا بتشن حمله ضد الاخوان. هم طبعا ترامب ما عرفش يمرر موضوع اعتبار الاخوان جماعه ارهابيه، لان مفيش ارهاب. مفيش ارهاب. فين الارهاب اهو؟ يعني انت هي تلكيكه. واضح ان محمد بن سلمان دفع له قرشين، انا عايز منك الطلبات دي مقابل الفلوس دي. الاخوان جماعه ارهابيه. طب ازاي؟ إن امريكا دوله مؤسسات، عشان هو يقول انها دوله ارهابيه في اجراءات معينه. طب هو فين الجماعه الارهابيه؟ فين هي الاعمال الارهابيه اللي عملتها الاخوان؟ ما في. فين هو؟ فين؟ هتقولي حاجه ارهابيه واحده عملتها الاخوان؟ فين؟ مفيش حاجه. يعني انت هو تلكيكه. فطبعا واضح ان المخابرات عايزه تقدم ملف عن الاخوان. فجورج كلوني الزباين بقى بتوعهم هيبداوا، وهتلاقي ممثلين تانيين يطلعوا له حاجات زي كده يعني. انا متوقع طبعا. ولو كان عمر الشريف عايش كانوا قالوا له قول كذا يعني، حاجات زي كده. فانا بقول 99% ان ده توظيف مخابراتي. لان جورج كلوني متعامل مع المخابرات دي، حاجه واضحه. مش في ايام جنوب السودان. طب انت يا جورج كلوني تعرف السودان فين اصلا؟ ده كان على طول كان بيتابع سي ان ان على طول يوميا عاملين فقره عن جنوب السودان يوميا، لان كان في قرار غربي بفصل جنوب السودان عن السودان لاضعاف السودان واضعاف مصر. بعد كده اصلا هم فصلوا مصر السودان عن مصر. الانجليز لما جم يعملوا اتفاقيه الجلاء، عايزين يجلاء مصر مع مصطفى النحاس، قالوا هنمشي بس لينا شرط واحد. ايه يا عم؟ انفصال السودان عن مصر. مصطفى النحاس قال لا، تقطع يدي ولا تقطع السودان. لا. ان ده ليه؟ مش حبا في السودان، ولكن لان لو خرجنا من السودان يبقى مصر خرجت من افريقيا، يبقى مصر خرجت من منابع النيل، يبقى مصر بتحط مصيرها في الهواء كده. مصطفى النحاس يعني كان من الذكاء البسيط ليفهم الحكايه دي. انت يا انجلترا ايه علاقتك بالسودان؟ انتوا عايزين تضعفوا مصر، لان الهدف من ايام محمد علي ان لا تكون هناك قوه لمصر في جنوب المتوسط. من ايام محمد علي ده قرار غربي. مصر لا يجب ان تكون قوه مهيمنه في منطقه الشرق الاوسط. ممنوع. من ايام محمد علي. ففصل السودان هيضعف مصر ويخلي نهر النيل عصايه. الدول دي تقدر تتحكم في اثيوبيا وتعمل محبس على نهر النيل. والله مصر هتقوى نقفل المحبس. بعد ما فصلوا السودان بقى قال لك السودان دي اكبر دوله افريقيه، مش معقول تبقى دوله اسلاميه عربيه اكبر في افريقيا اكبر دوله. لا، احنا لازم نفتت السودان لمجموعه دول. والمخطط مشي. بداوا بجنوب السودان ودخلوا على دارفور. هي وقفت شويه دارفور دلوقتي، وقفت شويه دارفور، لكن كانت هي في المخطط. يعني هو جنوب السودان، دارفور، وبعدين كردفان، وبعدين مش عارف ايه. يعني السودان هيتحول لسبع ثمان دول، دويلات مش دول بقى، حاجات كده تافهه كده. خلاص يبقى هتبقى فوضى كبيره جدا، ومش ممكن يرجع يتوحد تاني مع مصر. ف زي ما قلت ان اللي قالوا الزفت ده كلوني ده هو شغل مخابراتي، او ان مراته يعني ممكن تكون مراته بتكذب عليه، هي مزوغه منه من اي في اي حاجه، وتقول ده انا معاها كذا عشان تبدي اهميتها يعني. لان ايه هي امل كلوني؟ يعني ايه هي امل كلوني؟ او ممكن هو فهم غلط مثلا، اي كلام يعني. هي بتديله انها مهمه. يعني يا اما ان هي دي حته المخابرات قالت له اطلع قولها. ادي التفسير حكايه جورج كلوني وامل كلوني والكلام ده. السلام عليكم ورحمه الله.